بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة بعنوان المارد الكردي يخرج من القمقم. الحمد لله هناك استعادة وعي قوية جدا بين المسلمين الأكراد أحفاد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، الذي شرفنا كمسلمين مصريين أنه كان حاكمنا في مصر، وأنه كانت عاصمة دولته القاهرة رضي الله عن صلاح الدين الأيوبي. فنجد الآن وعي ضخم جدا عند المسلمين الأكراد، وهناك تحركات نشطة جدا لحزب هدى بار الإسلامي الكردي، وهو المتحالف مع الرئيس التركي أردوغان. نبدأ من هاتين الصورتين. هنا شابين كرديين مسلمين جرى قتلهم على يد الميليشيات الشيوعية الأرمينية التي تقول إن هي كردية. تعرف جريمتهم إيه؟ كانوا يوزعون لحوم الأضاحي في عيد الأضحى، يعني كشعيرة إسلامية، والأكراد مسلمين فرحانين بالعيد، والعيد ده خاص بكل المسلمين. فإذا بالميليشيات الشيوعية اللي هي حزب العمال التي تقول على نفسها كردستان البيكاكا، هذه الميليشيات الشيوعية التي تحارب تركيا لأن تركيا بلد مسلم، قتلتهم. ودول لا أردوغان ولا الحكومة التركية ولا بيدعوا القومية التركية، وأردوغان أصلا لا يدعو القومية التركية يعني. لكن هؤلاء مسلم، كردي مسلم اختار دينه، فقالوا لا، ليس من حقك أن تمارس دينك، وقاموا بقتلهما. حبذا لو الحكومة التركية تطلق أسمائهم على الشوارع وغيرهم من الشهداء المسلمين الأكراد، وتعمل فيلم. تعالوا نشاهد الإعلان الخاص به عن هذه الواقعة. Fakirlere kurban eti dağıtırken vahşice katledilen şehit Yasin Börü ve arkadaşlarının hayat hikayeleri sinemaya taşındı. 6-8 Ekim filmi çok yakında. هذا فيلم ممتاز معمول بحرفية وجودة عالية، وبداية لدخول معركة الوعي، معركة العقل. للأسف الدولة العثمانية سقطت، وللأسف من أكبر الكوارث التي ارتكبها السلطان عبد الحميد ومسؤول عنها أنه اهتم بمعركة البطون ونسي معركة العقول، فكان مشغول بالكباري ومشغول بالخط السكة الحديدي الحجاز، كلها أمور مهمة، والتلغراف. يعني إنجازات السلطان عبد الحميد المادية ضخمة، لكن بعد 20 سنة أصبح هذه الإنجازات لا قيمة لها. يعني الإنجازات المادية مهمة جدا، ولكن بعد 20 سنة أصبح خط سكة الحديد الحجاز الآن مسألة قديمة، وخط التلغراف احنا الآن في عصر التليفون المحمول أصلا. لكنه لم يهتم بمعركة العقول، فكان شباب الأتراك هم الذين أسقطوا الدولة وعملوا الانقلاب مثل أنور باشا وهؤلاء. فترك المسلمين الأكراد طوال السنوات الماضية كلها بدون إعلام. أنت لما تنظر للإعلام الذي ينطق الموجه للمسلمين الأكراد، كله إعلام شيوعي تمول من أوروبا ومن مخابرات أجنبية إلى آخره. يعني أين الدولة التركية؟ المفروض الدولة التركية تمول الإعلام اللي هو خاص بالمسلمين الأكراد الحقيقيين الذين يعبرون عن هذه المسلمين، وليس يترك الأمر هكذا. يعني انظر للأحزاب الشيوعية، كم الإنفاق على الحزب العمال الشيوعي الكردستاني البيكاكا، ولا حزب الشعوب الديمقراطي، كلها يسمون ديار بكر آمد. يعني لا يعترفون بالاسم الإسلامي لديار بكر، وديار بكر أخذت اسمها من اسم القبيلة المسلمة التي فتحتها اللي هي قبيلة بني بكر، وكان هذا في عهد سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. والأكراد كانوا هربانين من ملك الفرس، وسيدنا معاوية أمنهم وقال لهم انزلوا من الجبال، خلاص أسقطنا دولة الفرس. المهم هذه خطوة إيجابية وممتازة. وهنا قيادي في حزب الهدى بار وهو يشرح ويقول نحن كمسلمين أكراد يجب مرة أخرى أن احنا نعود لهويتنا وندخل البرلمان ونحقق كل أمالنا في هويتنا الإسلامية. تعالوا نشاهد. Değerli ve şerefli Kürt kardeşim,
14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimi için sandığa gidiyoruz. Her seçimde olduğu gibi bu seçimde de birilerinin bu seçim ölüm kalım savaşıdır diyerek gerginlikle dolu siyasetini halka yansıtma çabası kendini göstermeye başladı. Bu doğrultuda tanıtım standlarımıza ve seçim lokallerimize yönelik başlatılan saldırılar sahada gençlerimize yönelik önce sözlü saldırılara ardından da silahlı ve bıçaklı saldırılara yerini bıraktı. Mutlu Türk'üm diyene ne? Mutlu Türk'üm diyene. Mutlu Türk'üm diyene ne? Mutlu Türk'üm diyene ne? Mutlu Türk'üm diyene. Bu saldırıların her gün farklı bir şehirde olmak üzere ülkemizin dört bir yanında baş göstermiş olması sistemli olarak aynı merkezden yönetildiğini göstermektedir. Adana, Mersin, Edirne, Tekirdağ, Konya, Yalova, Mardin saldırıları derken Mersin, Akdeniz'de seçim standımıza yapılan silahlı ve bıçaklı saldırıda 3 üyemiz yaralandı. Seçim adaylarının belirlendiği günden itibaren CHP, İYİ Parti, HDP ve Ata İttifakı'nın ortak planıyla partimiz aleyhinde sistematik bir algı çalışması yürütülmektedir. Biri Kemalist, biri faşist, biri sosyalist olan bu partilerin Kürtler arasında ayrıştırma ve çatıştırma amaçlı bir işbirliği içinde hareket ettiklerine şahitlik etmekteyiz. Geçmişte Kürtleri birbirine düşüren mihrakların bugün de iş başında olduklarını ve Kürtler adına hareket ettiğini iddia edenlerin fitneci odaklarla işbirliği içinde olduklarını görüyorsunuz. Partimizin savaşa değil seçime gidiyoruz söylemi ve sürekli huzur ve barışa yönelik çağrıları fitne peşinde olanlara etki etmemektedir. Gelinen aşamada yeni 6-8 Ekimler yaşatma peşinde olanlara karşı Kürt kardeşlerimizi, Kürt kamuoyunu sorumluluk almaya davet ediyoruz. Geçmişinde Kürt katliamları bulunan CHP'nin adayını Cumhurbaşkanı yapabilmek uğruna Kürtlerin kanını akıtmaktan çekinmeyenlere karşı yapılacak şey bellidir. Sandığa gidip Kürtlere düşmanlık yapan, Kürtleri inkar eden, Kürtlerin varlığını görmezden gelen CHP'yi ve yandaşlarını sandığa gömmektir. Ey cesaret ve vicdan sahibi Kürt kardeşim! Geliniz 100 yıldır devam eden ve sürekli suistimal edilen bu meseleyi mecliste siyasetle çözmek için bize destek veriniz. Kürtleri birbirine düşürmeye çalışan faşist bloka ve Kürt kanı akıtmaya hazır olanlara prim vermeyiniz. Ey aklı selim sahibi Kürt kardeşim! Çocuklarımız birbirine düşman olarak büyümesin. Memlekete yayılan huzur ve sükunet devam etsin. Silahlar kalıcı olarak sussun. Anneler kaçırılan çocuklarının arkasından ağlamasın. Kürtler terörle anılmak yerine eğitimle, bilimle, kültürle ve sanatla anılsın. Gelin emperyalistlere karşı yeni yüzyılda refah ve barış zemininde yükselen Kürt tarihini beraber yazalım. Ey huşku birayê min Kurdên xwedî vicdan û cesaret. Ji bo ev meseleya ku 3 sal devam dike û her tim tê suîstimal kirin li meclisê bi rêya siyasetê çareser bikin. Werin deng û destekê bidin me. Rê nedin wan kesên ku amade ne xûna Kurdan biherikinin o fırsatê nedin wê bloka faşîsta ku Kurdan berî hev dide. Ey huşku birayê min Kurdên xwedî aqlê selîm. Bila zarokên me ji hev dûre nebin dijmin
o bikina hevmezin nebin. Bila huzur-u sükuneta mevcut alim memleket berdevam bike. Bila çek hatta ebed bedeng biminin. Bila dayık de peyvan zaruken hoyen kuhatine revandın ne girin. Bila nave kurdan ne bi terörü be perverdehi zanız çandu hüneri bez zikir kirin. Verin em de diji emperyalistan ve diroka kurdan a kudu ses sale nudel ser bingeha refahu aşitiye bilindibe em behevra binefsinin. أيضا العديد من الشباب المسلم الكردي خرجوا بفيديوهات، وهنا نموذج مشرف للوعي المنتشر بين المسلمين الأكراد، والحمد لله صوت الشيوعيين سوف يخفت. هذه انتخابات غاية في الأهمية بإذن الله، وإن شاء الله الحزب الشيوعي لا يستطيع دخول البرلمان. يا رب يا رب. تعال نسمع. Sevgili Kürt gençleri, sakın ha sakın Kürtler başlıklı tweet atan Kılıçdaroğlu'na ve ağababalarına inanmayın. Erdoğan öncesinde bu ülkede Kürtçe kasetler yasaktı. Kürdüm demek CHP zihniyeti döneminde örgüt üyeliği sayılıyordu. Amcalarımız, dedelerimiz, halalarımız, teyzelerimiz, kardeşlerimiz yaylada çobanlık yaparken, faili meçhul cinayetlere kurban giderken Kılıçdaroğlu ve ağababalarının zihniyeti bu ülkeyi yönetiyordu. Bugün Erdoğan döneminde biz Kürtler özgürce konuşuyoruz. Hamdolsun Allah'a. Doğu ve Güneydoğu yatırım merkezi haline geldi. Bugün bu ülkede Kürtçe televizyonlar var. Bugün bu ülkede 56 tane son atamada Kürtçe öğretmen atandı. Bunlar Erdoğan'ın dik duruşunun Kürtlere kazandırdığı en büyük özelliktir. Bunlar Erdoğan'ın eşit yurttaşlık anlayışıyla Kürtlere kazandırdıklarıdır. Bugün Kılıçdaroğlu'nun, bugün HDP'nin Kürtleri yeniden seçim malzemesi olarak diline dolamasının tek bir nedeni var. 7 yıldır, 8 yıldır yaşadığınız coğrafyada sağlanan huzur en başta Kürt düşmanı olan bu zihniyeti rahatsız etmiştir. Allah rızası için uyanık olun. Rizeli Recep Tayyip Erdoğan Kılıçdaroğlu'ndan da HDP zihniyetinden de 7 ceddinden de daha Kürttür, daha Kürt sevdalısıdır, daha Kürt coğrafyasına meraklıdır. وهنا مؤتمر انتخابي لحل هذه المشكلة الكردية. الآن يجري حل المشكلة الكردية فعلا. انظروا حضراتكم، هنا نعمان قرطلمش اللي هو كان وزير في حكومة أردوغان، ومؤتمر انتخابي لحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يقوده الرئيس أردوغان، والمؤتمر الانتخابي مع حزب الهدى بار الإسلامي الكردي ورئيسه زكريا يابيج أغلو حاضر. فالآن نحن جميعا مسلمين، أمة إسلامية واحدة. الله كما في القرآن الكريم الله ماذا سمانا؟ ماذا سماكم المسلمين، ولم يسميكم الأكراد ولا الأتراك ولا العرب. الآن يجري حل المشكلة واقتلاعها من جذورها، ولذلك هذه أهم انتخابات في تركيا. يعني بعد عام انتخابات عام 2002 اللي جرت وانتهى الحكم اليسار الشيوعي البغيض، الآن الحمد لله هذا إصلاح عميق لجذور المشكلة في تركيا. هنا رئيس الحزب وهو يلقي كلمة في اسطنبول. انظروا للصورة المفرحة، رئيس حزب الهدى الكردي نعمان قرطلمش، الوزير صورة أردوغان، شيء رائع. المسلمين الأكراد في اسطنبول نحو 1,000,000 صوت، وزكريا بيش أغلو رئيس حزب الهدى الكردي الإسلامي مترشح في اسطنبول. يعني أعضاء حزب الهدى الكردي مترشحين ضمن قوائم الحزب الحاكم حزب العدالة والتنمية. فخطوة رائعة، خطوة رائعة. صوت المسلمين الأكراد كان يذهب إلى الشيوعيين الهدبة وهؤلاء، ودول أصلا يا جماعة عاوزين يعملوا دولة أرمينية، وفقط حتى يسمون أنفسهم الحزب الشعوب الديمقراطي، يعني لا يعترفون بشعب كردي أصلا. يقولون سنقسم أكراد وزازة وعلويين وأشوريين وسريان يعني عاوزين منطقة شرق الأناضول دي يقطعونها 100 قطعة. فالحمد لله انظروا، هذا تقدم رائع وعظيم جدا، وبإذن الله إن شاء الله تعود ديار بكر كما كانت في عهد السلطان عبد الحميد، عندما كانت ديار بكر تحمي ظهر الدولة العثمانية، عندما كان المسلمين الأكراد يشكلون قوات تحت قيادة الدولة العثمانية لحماية الأناضول من الجيش الروسي ومن الميليشيات الشيوعية الأرمينية. فالآن يعود الأمن والسلام مرة أخرى لهذه المناطق. هنا حضراتكم صور أخرى مفرحة، وزير المالية التركي نور الدين نباتي وهو يزور حزب الهدى بار، شيء رائع جدا وعظيم. انظروا حضراتكم الصور المفرحة، بسم الله ما شاء الله.
بسم الله ما شاء الله، أمة إسلامية واحدة، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك. وأنا مستبشر خير كثير جدا من هذه الانتخابات، أنا مستبشر جدا من هذه الانتخابات، وبإذن الله إن شاء الله تكون الضربة القاصمة لليساريين اللي استولوا على الحكم وشكلوا دولة عميقة منذ أسقاط السلطان عبد الحميد، وقبل أن يسقط السلطان عبد الحميد، لكن يعني هم كان لهم مثلا 70% من السلطة في عهد السلطان عبد الحميد، صورة امتيازات أجنبية ومحاكم مختلطة ومحاكم أجنبية إلى آخره. هم لما خلعوا السلطان عبد الحميد سيطروا على 99% من السلطة، إلى درجة أن المسلم لم يعد من حقه أن يختار ماذا يلبس ولا زوجته. تخيل يا أخي الشرطة والجيش يدخلوا بيتك يعتقلوا زوجتك لأنها ارتدت الحجاب مثلا. يعني أنت لا تحكم أبسط شيء، لا تحكم ماذا ترتدي زوجتك. كم طفل ستنجب؟ تخيل يعني تحكموا في أبسط شيء في حياة الإنسان التركي والإنسان المسلم، ماذا يرتدي، ما الملابس التي يرتديها، هل يطلق لحيته أم لا، وفين الحرية الدينية. صدعوا دماغنا الشيوعيين بالحرية الدينية، وصدعوا في أين الحرية الدينية وهم فرضوا علينا كل نمط الحياة الأوروبي بالحديد والنار والمشانق والإعدام. حتى كم طفل ستنجب، ماذا ستلبس، أيام سيئة الله لا يعدها. فأنا مستبشر جدا بهذه الصور، لما أراها أتأكد بإذن الله إن شاء الله 99% بإذن الله إن شاء الله أردوغان ناجح، وبإذن الله إن شاء الله يكون في تمثيل قوي، معركة انتخابية قوية لحزب الهدى بار داخل البرلمان التركي. المسلمين الأكراد الحقيقيين سوف يسحقون الشيوعيين المزيفين، الشيوعيين اللي هم أكراد مزيفين وليسوا أكراد حقيقيين. وهنا رئيس حزب الهدى بار وهو يزور عائلة كردية مسلمة في اسطنبول استشهد ابنها يوم الانقلاب العسكري، مسلم كردي أصيل خرج يدافع عن تركيا المسلمة بلده، فاستشهد رحمه الله وهو في الجنة بإذن الله. فرئيس الحزب ذهب ليزورهم. هؤلاء هم أحفاد الأفواج الحميدية في عهد السلطان عبد الحميد. كان أجدادنا المسلمين الأكراد يحمون ظهر الدولة العثمانية، وعندما كان الجيش العثماني في الجبهات يحارب في العراق كان المسلمين الأكراد يحمون ظهره، بل كونوا قوات ضخمة جدا وشاركت في العراق. وفي العراق الآن آلاف من الشهداء المسلمين الأكراد من أربيل، من السليمانية، من حلبشة، من ديار بكر استشهدوا في جبهة قوت العمارة وغيرها مع إخوانهم المسلمين العرب في ذلك الوقت. فالآن الحمد لله الأمور تتكرر، تركيا تسير على الطريق الصحيح، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. وهنا النياشين الخاصة بتكريم الدولة له لاستشهاده، وهنا خلال الزيارة لأسرته، وهنا مع أحد أقاربه. بإذن الله إن شاء الله نجدهم في البرلمان التركي صورة مشرفة لتركيا الجديدة. تركيا الآن حلت أهم مشكلة، يعني سوف تختفي هذه المشكلة بإذن الله إن شاء الله. هي الآن ما يسمى بالمشكلة الكردية الآن تختفي والحمد لله. بقي 3 أمور يجب أن تحلها تركيا. بقي أن تحل مشكلة الشباب، لأن الشباب الآن في يد الجهات الأجنبية، وأنا أقول العدو الأول لتركيا الشباب، العدو الأول لتركيا الشباب، والذين أخشى أصواتهم في هذه الانتخابات الشباب، لأنه الجهل مدارس المدرسين يبذلون جهد ضخم في التعليم، يعني للأمانة المدرسين في المدارس التركية يبذلون جهدا ضخما، لكن الكتب فاسدة، الكتب فاسدة، الكتب تفسد عقول الطلاب، الكتب بتقدم التاريخ الإسلامي إنه سيء. العرب خونة، السلاجقة كانوا متخلفين، المرأة كانت مضطهدة في العهد العثماني، لما عملنا العلمانية أصبحت المرأة إنسانة. والله ما اضطهدت المرأة إلا في عهد العلمانية. الآن بتسير في الشارع تجد امرأة تجر شنطة ولا شيء. في عهد الدولة العثمانية كان في امرأة تجر شنطة في الشارع؟ كان مستحيل، كان كل اللي في الشارع يحمل الشنطة. اليوم بتذهب إلى مصلحة حكومية وتجد طابور، وتجد المرأة بتقف تنتظر في الطابور. هذا كان مستحيل يحدث في الدولة العثمانية، أن امرأة تقف تنتظر وراجل يقف أمامها. لا، الراجل كان يأخذ بنفسه الأوراق لها ويخلصها لها، لا تقف أصلا ولا ثانية ولا دقيقة. هذه هي حقوق المرأة. ده أنا لما إن شاء الله خاص حلقة عن حقوق المرأة في الإسلام وكيف طبقها المسلمين في الدولة العثمانية ومن قبلها الدول الإسلامية. لكن اليوم نحن نعيش عصر عبودية المرأة. والله المرأة في أوروبا وفي أمريكا الآن أقل من العبيد. هذا موضوع آخر. فالعدو الأول لتركيا الشباب وهم ضحية للأسف. العدو الثاني الثقافة الإيرانية.
إيران بتغزو تركيا غزو ناعم وهذا خطر شديد. إيران ستفتح القلعة من الداخل في غضون 20 سنة، حتى لو أصبح أردوغان قوي وجاء بعده 3 أو 4 رؤساء أقوياء، في الآخر القلعة ستفتح من الداخل. إيران ده يا علي ويا حسن ويا حسين، مفيش حسن، هو بيكرهوا سيدنا الحسن أصلا رضي الله عنه، وده مشروع حرب أهلية. ولعن سيدنا معاوية خطر. أنا بالأمس شاهدت برنامج في أحد التلفزيونات التركية يقول بني أمية الشجرة الملعونة. يا إلهي، طب أنت شاغل بالك بني أمية ماتوا وشبعوا وما تشغل بالك بهم ليه؟ وأنت واحد شيوعي يساري أصلا لا بتصلي ولا بتصوم. وبني أمية منهم عثمان بن عفان الذي حمل لنا القرآن الكريم وقدم روحه شهادة له. بني أمية اللي الرسول زوج 3 من بناته في بني أمية. بني أمية اللي منهم أمنا أم حبيبة زوجة الرسول تزوج من بني أمية. بني أمية اللي عملوا الفتوحات الإسلامية كلها. أول جيش سيدنا أبو بكر يرسله للشام كان يقوده يزيد بن أبي سفيان من بني أمية. أنا خاص حلقة لذلك. لكنهم يلعنون بني أمية إنما لعن اللي في الإسلام نفسه، ولكن لأنهم لا يستطيعون أن يصدموا الشعب التركي بالحقيقة وإن احنا بنكره الإسلام وسوف ندمر الإسلام، فيلعنون في يزيد، ثم يدخلون على معاوية، ثم بني أمية والدولة الأموية. ولذلك الأمن القومي التركي يبدأ من الدفاع عن يزيد. الأمن القومي التركي يبدأ من الدفاع عن معاوية. وأنا أقول للشعب التركي اسألوا قدير مصر أغلو، واكتبوا على اليوتيوب قدير مصر أغلو وانظروا ماذا قال. لأنه لما بحث في سقوط الدولة العثمانية وسقوط الدولة السلجوقية وجد أن من أسباب سقوطهم لعن يزيد ومعاوية. والعثمانيين الأول كانوا يفهمون هذا. كان اسم السلطان العثماني بيزيد، يعني معاوية، بيزيد الأول وبيزيد الثاني. وأول سلطان كان السلطان عثمان على اسم سيدنا عثمان بن عفان. فالعثمانيين الأول كانوا يفهمون الحقيقة، وأن معاوية أنقذ الإسلام، وأن يزيد أنقذ الإسلام، وأن عثمان بن عفان أنقذ الإسلام، وأن بني أمية أنقذوا الإسلام. العثمانيين المتأخرين تساهلوا. وأنا جالي عتاب أمس من أخ سوري وقال لي أنت تساهلت، وأنا آسف، أنا تساهلت ببعض الأمور. قال لي خلاص احنا ضعنا بسبب التساهل. لابد أن نقول الحقيقة للناس. يكفي الدماء التي راحت، يكفي المذابح في سوريا وفي العراق وفي اليمن. فقدير مصر أغلو لما يقول يدافع عن سيدنا معاوية، يدافع عن سيدنا يزيد، لماذا يدافع عنه وهو تركي؟ لماذا يدافع عن الحجاج وهو تركي؟ لأنه أدرك أن هؤلاء هم الذين أنقذوا الإسلام، وإن الدفاع عنهم انقاذوا لتركيا الآن، وإلا تركيا ستسقط كما سقطت السلاجقة والعثمانيين. انتبهوا لهذا. والدول الإسلامية ضاعت من حولكم. فالعدو الأول لتركيا الشباب الضحية، الاحتلال الإيراني الذي يدخل داخل تركيا بكل قوة، لدرجة أن إيران سيطرت على كليات الإلهيات. خلاص يعني كليات الإلهيات أصبحت محتلة إيرانية. التلفزيونات محتلة إيرانية. أنت تفتح تجد كأنك بتشاهد تلفزيون إيراني وليس تلفزيون تركي. وحتى للأسف المشايخ الذين يدافعون عن سيدنا معاوية بيدافعوا باستحياء. وأنا أعذرهم بسبب اللغة التركية عاملة حاجز يعني. لكن بإذن الله إن شاء الله إن كتب الله لي العمر أنا شغال وسأستمر بإذن الله إن شاء الله إلى آخر نفس في حياتي لتوضيح أن بني أمية أمن قومي لكل العالم الإسلامي بإذن الله إن شاء الله. هذا هو الخطر الثاني. الأمر الثالث مشكلة اللغة، إعادة الحروف العثمانية مرة أخرى بإذن الله إن شاء الله. أرجو مشاهدينا أن تكون الصورة قد وضحت. وفي الختام هنا مذكرات ضابط عثماني في الجيش العثماني كان يخدم في البلاد العربية. هو تركي أصلا من بلاد البلقان، لا قال أنا تركي ولا عربي، ولكن هو بيحكي اكتشفوا الخيانات الموجودة في قيادة الجيش العثماني في اسطنبول. اسمعوا وكيف أنه كان يجري منع الماء عن ضباط وجنود الجيش العثماني في المعسكرات، منع الطعام، منع الأحذية، خيانات. لكن هذه الخيانات لا تدرس في كتب التعليم التركي حتى لا يعرف الشباب التاريخ الحقيقي ولا يتنبهون للمكائد التي تحاك لتركيا. أرجو الاستماع لهذا الكتاب. هنا في فيديوهات على اليوتيوب أرجو مشاهدتها. أسفل الفيديو رابط صفحتي على الفيسبوك وتويتر ورابط قناة على التليجرام. أرجو الاشتراك في القناة. هنا قائمة فيديوهات الوثائقية التاريخية. أرجو أن تشاهدوها الأئمة في مجال التاريخ. أرجو منكم الاشتراك في القناة بالضغط على هذا الزر. وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.